اهلا بيكم في سلسله فن الكونكريت مع مدربه الهاند ميد شيماء مدحت. هنكمل الجزء العملي بتاعنا. احنا خدنا اول حاجه خالص ازاي نعمل القطعه اصلا ونصبها. بعد كده خدنا ازاي نطلع القطعه من القالب وازاي كمان نصنفرها. تمام. ودلوقتي اخر مرحله اللي هي ازاي نورنشها. خلاص، طبعا بين كل مرحله والتانية وقت علشان خاطر القطعه تنشف كويس ونقدر ان احنا نعمل عليها الحاجات دي. ليه احنا بنعزل القطعة؟ علشان نحميها، وعلشان نقدر لو احنا حابين نصب عليها شمع او نستخدمها زي كده كقالب مبخرة. تمام. احنا بنجيب فرش مختلفة، وبنجيب الورنيش زي ما اتفقنا. الورنيش بيكون وزن كيلو، فمش هينفع معانا ورنيش اكليريك مائي. فاحنا بنعمل ايه؟ بنحطه في زجاجة صغيرة عشان نعرف نشتغل بيه. تمام، ونحافظ عليه. طيب القطعة دي لو هي قطعة عادية بنورنش مرتين بين كل طبقة والتانية، بنسيب فترة علشان تنشف وما تلزقش معانا. طيب لو هي قطعة بقى للبخور او للشمع بن بن بنعملها عزل داخلي 5 طبقات، وبنعملها عزل خارجي 3 طبقات. تمام. هنقلب، لازم نقلب الاول وبعدين نصفيها كده، نشيل الزوايد يعني، ونبدأ ان احنا ايه نمشي الورنيش. اول طبقة الجبس بيشربها اساسا، ما بتبانش. تمام. طب بعد كده لما نسيبها تنشف خالص بقى وما تلزقش، هنيجي نعمل الطبقة التانية فالتالتة فهكذا، هتلاقيها بدأت تلمع تبقى زي دي. تمام. بنحطها بقى تحت المروحة طبعا علشان يعني في مكان مفتوح ومروحة علشان تنشف بسرعة. انا طبعا جبتلكوا بقى قطعة تانية عندي عاملاها علشان خاطر ايه؟ علشان خاطر عايزاكوا تستفادوا بالفيديوز وتنزل ورا بعضها. علشان خاطر احنا بدأنا بقى الاجازة الصيفية، اللي عايز يبدأ يجرب ويستمتع بفن الكونكريت فتبقى الدنيا يعني معايا الحمد لله. الفيديوهات ورا بعض تستفيدوا بيها ان شاء الله. شايفين اهو بالطريقة دي. تمام. هنكمل بقى عادي خالص سواء جوه او بره. والقاعدة ما بنعملهاش غير لما ننشف ايه، غير لما ننشف كل ده عشان لما نيجي نقلبها تبقى ناشفة وكويسة ويبقى الفينش بتاعنا كويس. تمام. زي ما عملت من جوه هعمل برضو زي ما عملت من بره هعمل من جوه. تمام اهو. بصوا من القاعدة من تحت يعني لفوق اهو، زي ما بعمل بالظبط. وبعد كده هنسيبها تنشف زي ما اتفقنا تحت المروحة، ولولا ما نبدأ نعمل الطبقة اللي بعدها، وبين كل طبقة والتانية نفس الكلام. اعملوا بقى فولو للاكونت. تمام. علشان احنا لسه هنبدأ كمان في سلسلة تانية ولسه هنكمل السلسلة دي. ولو انتوا بتتابعونا على اليوتيوب اعملوا اشتراك للقناة وفعلوا الجرس علشان ان شاء الله نكمل السلسلة دي ونبدأ كمان في سلسلة تانية ان شاء الله تعالى.